عارفين يا جماعة، أنا النهاردة تميت 30 سنة. النهاردة عيد ميلادي يوم 7 ديسمبر 2025. النهاردة عيد ميلادي 30. أنا مواليد 95. المهم يعني أنا لما تميت 30 سنة النهاردة كان عيد ميلادي، قلت بيني وبين نفسي إيه أكتر أمنية أنا أتمناها. لقيت إن أكتر أمنية جاية في دماغي وأنا أتمناها بشدة هي إن أرجع للماضي أيام ما كنت طالب. أمنية حياتي دلوقتي إني أكون طالب، إني أرجع لأيام الجامعة. أنا عارف إن أيام الجامعة بتاعتي كانت أيام صعبة، كانت أيام فعلا صعبة، صعبة جدا. اتأخرت في الجامعة كتير وقابلت ناس مش حلوة كتير وصاحبت على ناس وحشين كتير. كانت أيام صعبة بالنسبة لي، ولكن أنا بتكلم هنا مش بتكلم على الصداقة ولا الجانب الاجتماعي، لأ، أنا بكلمك على الجانب الدراسي. أنا اكتشفت بعد ما اتخرجت من الجامعة إن أنا عندي إمكانية وعندي قوة إرادة وصبر وعزيمة إني يوميا أقعد على الكتاب اللي بقراه ثقافيا، مش كتاب طب أسنان يعني، بتكلم على القراية الثقافية اللي بقراها دلوقتي. ممكن أقعد على الكتاب 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات من غير تعب. كل وقتي متمحور حوالين القراية، قراءة فقط. فاكتشفت إن أنا عندي القدرات دي. ياي، تخيل لو أنا رجعت للماضي، تخيل لو أنا رجعت للماضي ايام ما كنت طالب في الجامعه، كنت هعمل ايه بقى؟ كنت هكسر الدنيا، كنت هطلع الاول على الدفعه. لكن كلمه كنت دي كلمه تمني، يعني كلمه للامنيه، امنيه ملهاش معنى. انت طب ليه ما عملتش كده ساعتها؟ عشان انا ما كنتش مؤمن بقدراتي، ما كنتش عارف ان انا هقدر اقعد على الكتاب ساعات طويله دي. ولكن انا امنيتي فعليا اتحققت. هتقولي ازاي؟ انت جبت آلة الزمن ورجعت للزمن لورا، رجعت بقيت طالب في طب اسنان في كلية يعني؟ اقول لك لا، انا ما زلت حاليا طالب علم. تقول لي طالب علم ازاي وانت قدمت على ماجستير او دكتوراه في طب الاسنان؟ اقول لك لا، انا بطلب العلم الثقافي والفكري. كل يوم بقرا كتب، بقرا مقالات، بتعلم، بصنع محتوى. فامنيتي فعليا انا فيها حاليا، وانا مش محتاج ارجع للزمن لورا. انا دلوقتي في الزمن بتاعي بطلب علم، بس باسلوب مختلف طبعا. يعني انا مش بطلب علم في طب اسنان، ولكن انا طبعا بجانب شغلي الصبح برجع من الشغل، اثناء الشغل وفي المواصلات ولما ارجع على البيت بقعد بقرا مقالات كتب. وبالتالي مش ندمان على الماضي. التجربه بتاعت الماضي دي ايام ما كنت طالب كانت تجربه مريره. كنت اجتماعيا يعني كنت صاحب ناس مش كويسه، من باب اللي هم يعني شخصيات مريضه وهكذا. ولكن امنيتي بان الزمن يرجع لورا عشان اكون طالب طب اسنان، او عشان اكون طالب بشكل عام. الامنيه دي فعلا حقيقيه موجوده في ارض الواقع حاليا في حياتي. هو ان انا بقرا كتب كل يوم، ويعتبر طالب علم بس باسلوب مختلف. مش طب اسنان، او مش معنى صح تعليم اكاديمي او تعليم علمي تعليم نظامي، ولكن تعليم ذاتي. مصطلح تعليم الذاتي مصطلح مشهور، اللي هو ايه؟ تعليم الذاتي ان انا بتعلم حاجه مش هختبر فيها، مش هيتم اختباري فيها، لازم هتعلمها لنفسي. وممكن كمان يعني التطبيق العملي للمعلومة هو نشرها في أوساط المجتمع بتاعي عن طريق المنصة اللي هي يوتيوب. فدي نقطة مهمة جدا. عشان كده أنا رغم إن عمري كبير، أنا عمري دلوقتي 30 سنة. هتقولي كبير إزاي؟ أنت مش عجوز يعني، أنت شاب صغير تلاتينات. عارفين إن إحنا مرحلة الشباب تمتد من سن ال20 سنة لحد سن 35 سنة. ده الشباب. في بقى الكهولة وكبر السن، ماشي. لكن انا في منتصف مرحله الشباب، او بين قوسين منتصف العمر يعني. انا في منتصف العمر حاليا 30 سنه. والله اعلم ممكن ما اعيش يعني 60 او 70 سنه، ممكن اموت قبل كده بعد الشر يعني. بس الفكره ان انا بعد ما اتميت 30 سنه مش ندمان ابدا على
الوقت اللي ضاع مني ايام ما كنت طالب، وانا ما زلت حاليا طالب علم، من المهد الى اللحد، من المحبرة الى المقبرة.